يشكلها هما حوار سياسي مهيكل، تعاون في ميادين عدة، وقراءة مشتركة للتحديات الإقليمية والدولية. المغرب يشيد بانفتاح الباراغواي الراسخ على القارة الإفريقية من خلال فتح سفارتها في الرباط وقرارها الرسمي افتتاح قنصلية العامة في الداخلة عما قريب. وهذه الخطوة الهامة تضفي على شراكتنا دلالة رمزية خاصة وتجسد تضامن فعال وإرادة صادقة للانخراط في الدينامية القارية الإفريقية. الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه الباراغواي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها الأساس الجاد الوحيد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، يجعل من هذا البلد حليف مخلص لقناعاته، محترم ومسموع على الساحة القارية في أمريكا اللاتينية. أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالإصلاحات العميقة التي تشهدها الباراغواي تحت قيادة فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، والرامية إلى توطيد العدالة الاجتماعية، الازدهار الاقتصادي والدبلوماسية الفاعلة. هذه الاختيارات تترجم رؤية حكامة مسؤولة وتعزز مكانة الباراغواي داخل الهيئات الإقليمية والدولية. علاوة على ذلك، فهذه التوجهات تنسجم مع الأولويات البنيوية للمغرب كما صدرها جلالة الملك محمد السادس. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين جورنال 24 وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.